سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الخير عليكم جميعا، كل اخواتي وحبايبي اللي منوريني بوجودهم معايا دايما، اللي لسه جداد معايا على القناة واللي معايا من زمان. طبعا النهارده هعمل كده خلطة موفرة للفراخ الفيومي والفراخ البلدي، علشان نأسس الفراخ صح للبيض، في نفس الوقت نوفر من استهلاك العلف بتاعه. طبعا دي الفراخ اللي انا بادئاها معاكم من اول الدورة كده يوم بيوم، بنزل لكم فيديوهات كتيرة ليهم بكل الخلطات اللي انا بعملها للفراخ. طبعا في اول اليوم كده هنبتدي ان احنا ناكل الفراخ بتاعتنا. انا بعمل للفراخ دي كام وجبة في اليوم، بعمل لهم وجبتين 2 في اليوم، علشان تضمن ان الفرخ ياكل معاكي ويكبر معاكي بسرعة ويزيد معاكي كمان في الوزن. طبعا الفراخ ده عمر قد ايه، الفراخ دي عدت الشهر ونص، فما شاء الله ابتدت ان هي تكبر معايا كده. بالنسبة للفراخ البلدي، طبعا الفرخ البلدي بتلاقيه حجمه اصغر من الفرخ الفيومي، حجمهم واضح خالص. الفراخ اللي هي الفيومي اللي هي الذهبي دي بتكبر بسرعة عن الفراخ البلدي، وفي الوزن كمان بتجيب اوزان عالية عن برضو الفراخ البلدي. هعمل لهم خلطة موفرة النهاردة، ومش هتكلفك، يعني هتشتريهم الحاجة دي ب5 جنيه كده، هتقسمها على مدار الاسبوع، بتكون كويسة جدا، رافع مناعة، مضاد سموم، بتخلي الفراخ بتاعتك برضو تكبر معاك بسرعة. طبعا الخلطة بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده، ده اللي على الوش ده ده الكرات الاخضر، قطعته كده قطع صغيرة خالص. هتجيبي ب5 جنيه وهتركنيه عندك، وهتاخدي منه كل يوم كده حزمتين منه او ربطتين خضار كده، وتخرطيهم للاكل على الاكل بتاع الفراخ. انا هنا الاكل بتاع الفراخ اللي هو الاساسي هنبتدي ان احنا نحط كده للفراخ. شايفين الفراخ هتاكل الكرات قبل الوجبة اللي هي الاساسية. هي بتحب ريحته بتكون كويسة، فبياكلوا منه، ما بيستغربوش يعني. انا هنا جبت كده حوالي عن 3 ربطات كده من الكرات الاخضر، وقطعتهم كده خرطتهم يعني. والوجبة بقى اللي هي الاساسية اللي هي دي شيشة صفرة مع العيش اللي هو بيكون ناشف عندك، تقدر ان انت تطحنيه علشان الفراخ تعرف ان هي تاكل منه، على شوية علف 21%، على حبة ردة كده، وبروح مقلبة كله مع بعضه، العيش مع العلف مع الردة، ومع الربطتين الخضار، واقطعهم واحطهم للفراخ. طبعا هما يبتدوا ان هما ياكلوا العلفة دي خالص، يخلصوا الطبق ده خالص، ما يتبقاش في اي حاجة، وابتدي بقى ان انا اجوعهم. ودي الخطوة المهمة اللي انا بعملها معاهم، بجوعهم بقى 1.5 ساعة بعدها، وباجي على اخر النهار يعني على بعد العصر اعمل لهم برضو نفس الخلطة دي، واحطها قدامهم برضو ياكلوها، ونبتدي تاني يوم بقى ان احنا نجدد ليهم. فلما بتعملي كده الفرخ بتاعك بياكل معاك وما بيبهدلش في الاكل، ولا يبهدل الاكل قدامه. في نفس الوقت انت بتوفري، وفي نفس الوقت ما بتأثريش مع الفراخ بتاعتك. طبعا احنا هنا بنأسس الفراخ للبيض، فانا بدخل لهم نسبة من الردة، علشان انا مش عايزة الفراخ بتاعتي تكون دهون. ليه؟ علشان الفرخ لما بيكون دهون على الكيس بتاع البيض بتاع الفراخ يعني، ده بيخليه يتأخر عن البيض، واحيانا لو الفراخ بتبيض عندك بتلاقيها قطعت بيض خالص. ده من نسبة الدهون اللي بتكون موجودة عند كيس المبيض بتاع الفراخ. طبعا شايفين ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، انا الخطوات دي بعملها معاهم يوم بيوم. ده بالاضافه ان انا برش على الارضيه كده كل 2-3 شويه جير مطفي في المكان، بعقمه كويس علشان الفرخ يفضل المكان ما يعملش ريحه مش كويسه. في نفس الوقت طبعا بهتم بنظافه المكان اللي الفراخ فيه،
وسع المكان برضو بيكون عامل اساسي في نجاح تربية اي طيور عندك. طبعا هنا برضو لازم تخلي ملاحظاتك كده على الفراخ بتاعتك، تشوفي حركتها بتتحرك كويس، العنقود بتاع الفرخ نفسه لو الفراخ بتاعتك شكلها مثلا كمشانة ما بتاكلش كويس، فبتبتدي ان انت برضو دي حاجة لازم تاخدي بالك منها، علشان الفراخ بتكون مناعتها يعني مش زي البط، الفراخ بتكون مناعتها ضعيفة شوية. طبعا انا في الفترات اللي فاتت دي كلها بعمل خلطات ليهم مختلفة، الخلطات دي بتكون لها اهمية جدا، بتغنيك عن التحصينات وعن الادوية عن اي حاجة. هنا طبعا انا مؤسسة الفراخ دي من الاول خالص، يعني يعتبر تربية الفراخ دي ربيتها بنص تكلفة العلف، عملت لهم خلطات كتيرة وقللت من استهلاك العلف بتاعهم، وما تأثروش وبيكبروا برضو معايا وبيزيدوا كمان في الوزن، ما بيحصلش اي مشكلة. المهم انك انت ما تأثريش مع الطيور بتاعتك اللي هي في مرحلة التأسيس، يعني هو اول شهر في عمر اي طيور سواء بط سواء فراخ بيكون هو ده الشهر المهم اللي كنت تأسسي صح على نوع علف كويس. انا هنا كنت باكلهم نوع العلف اللي هو 23% علف، نوعه نسبة السموم ما بتكونش عالية فيه، يعني ما تجيبيش علف يكون من الرخيص اللي بيكون العلف الرديء اللي هو بيأثر على الطيور بتاعتي. هنا أسستهم على علف 23%، بعد كده غيرت العلف من 23 ل 21% بالإضافة للخلطات والحاجات اللي أنا عملتها طول الفترة اللي فاتت من أول لما جبت الفراخ دي عندي. طبعا أنا هنا بربي الفراخ ده علشان إن شاء الله بإذن الله كده نكمل بقى منهم، ناخد البيض بتاعهم ونرقده تحت البط، فننتج بقى نكون منتجين، ننتج الفراخ من البيت تطلع من الرقد، ده بيكون افضل بكتير من انك انت تشتري بقى طيور من بره. نفس فكرة البط اللي انا بربيه معاكم اللي هو المسكوف الخريط، وان شاء الله باذن الله يعني برضو اي حاجة اعملها ليهم بنزل كده معاكم فيديوهات، علشان كل حبايبي واخواتي اللي طلبوا مني ان انا اصور لهم الفراخ دي يوم بيوم. عايزين بقى لايكات كتير للفيديو، علشان اللايك بيرفع من الفيديو، فبقوم مشجعة ان انا استمر واكمل وانزل معاكم كل يوم فيديو جديد تستفادوا منه. ويا ريت كده لو انت لسه موجوده معايا لحد الان من الفيديو ولسه ما عملتيش لايك للفيديو تعملي لايك للفيديو واشتراك بالقناه، علشان اللايك بيرفع من الفيديو، فبقوم مشجعه ان انا استمر وانزل كل يوم فيديو تستفادوا منه. طبعا بالنسبه برضو للميه، الميه انا عامله عليها الميه انا حاطه عليها حوالي عن 4 معالق من الخل على السقايه، اللي هي بتاخد حوالي عن 4 لتر ميه او 3 لتر ميه، ولكل لتر ميه معلقه من الخل بحطها على السقايه بتاعت الميه دي، فده مضاد سموم برضو كويس جدا، بينظف معده الفراخ معاكي، بيخليها نشيطه وحركتها كويسه معاكي. حبيت ان انا اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.